قرية المسجد هي لتكمل برنامجكم من الناس تواجدنا في منطقة باب المسجد في منطقة الطرق القديمة. راح نعرف أكثر تفاصيل العائلة مع صديقنا الناشط صخر الزكريا. حكينا تفاصيل أكثر عن العائلة، لكن قبل ما نبلش برنامج صديقنا أيضا محمد بالنسبة اللي هو المفروض يكمل حلقة اليوم وغدا، صار عنده مرض وكسرة رجله. رجعنا لكم من جديد حتى نكمل معك إن شاء الله البرنامج. مرحبا صقر والله كريم. الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله صحة وعافية والله يقويكم يا رب. إن شاء الله دائما يعني هاي مبادرات تتكرر بشهر رمضان وغير شهر رمضان، وشرف كبير اليوم احنا موجودين بهذا الجزء من هذا البرنامج الناس للناس مع شباب خلوا أجمل. واليوم احنا موجودين ببيت من بيوت الموصل القديمة، وواحد من كثير الناس اللي محتاجهم. يعني يا ريت يعني دائما هاي اليد ممدودة لنا كثير. يعني بصراحة لما بحثنا دورنا على عائلة تستحق المساعدة صراحة طلعنا كثير، لكن أكيد أكو أولويات. اليوم بيت أبو أحمد الموجود بمحلة باب المسجد. هذا البيت تعرض لقصف الحرب، تعرض إلى يعني خراب، وبنفس الوقت العائلة أيضا تضررت من الحرب، والأب أبو أحمد أيضا يعاني من كثير من الأمراض، ويعاني من جلطة وذبحة. اللي وقفته عن العمل، الرجل كان يعمل في مجال الصباغة ويشتغل ويعيل عائلته، لكن ظروف الحياة القاسية خلته يتوقف عن العمل. عمليتين بعيونه عملوا له الخيرين، وأيضا بعده يعاني من ماي وغيره في عينه، 7 ذبحات 8 ذبحات. وأيضا الأم أم أحمد أيضا سكري ومرض. كل هذه خلت اليوم إيدنا تمد لهذه الأسرة الكريمة. طفلين، أكو 3 أطفال، 2 يداومون مدارس ما شاء الله عليهم، وهذا أهم شيء طبعا. فإن شاء الله يا ربي الله يوفقنا دائما ويوفقكم، إنه دائما نبحث عن هاي العوائل اللي تستحق. إن شاء الله عايش تدف يوم معنا. شكرا، نجيب الأغراض ونرجع إن شاء الله. رجعنا لكم بالحلقة 29 من برنامجكم ناس الناس. نبلش فقرات الدعم لهذه العائلة. نبدأ أول فقرات هو مبلغ مالي مقدم من شركة عمر عطار باشي لكواتج السيارات. العنوان بتقاطع البراوي تكفل لهذه العائلة وعلى جميع أول مدار برنامج. وأيضا عندنا مبلغ ثاني مقدم شركة ماركلس، هاي الشركة مليونيرات أصحاب الموصل تبرعوا لهذه العائلة أيضا بمبلغ مالي. وهدية الثالثة بطاقة خاصة للألعاب مقدمة من ديزا سيتي. هاي بتفق إن شاء الله ياخذ أبو أحمد عائلته يروح على ديزا سيتي، حيكون دخولية وكافة الألعاب لهم مجانا لمدة سنة كاملة. وأيضا عندنا مواد غذائية تكفي العائلة إن شاء الله لمدة شهر وأكثر. والفقرة الأهم ببرنامجنا هي أجهزة كهربائية. هاي العائلة مثل ما شفتم هذا الجميع ما عندهم منه، وجبنا لهم موسعة هاي كانت مالنا أيضا، وجبنا لهم براد. هي أصلا عائلة ما عنده براد، وجبنا لهم شاشة بلازما، طباخ نفس الوقت هو يكون فرن. هاي معالق طفاية مش كون يحتاجوها أبدا. إذا نحن مقبلين على موسم صيف، فجبنا لهم كونفيرة هي مفيدة ترى تكون متحركة، ويما يروح بأي غرفة ياخذوهم عام. وأيضا كل بطانيات. إلى هنا نستلي لحبتنا في هذه الحلقة هذا اليوم. ولكن تحمليني احنا ناخذ كلمة أخيرة ورسالة أخيرة من المستقصى. طبعا يعني الكلام يعجز عن هذا الخير الممدود وعلى كلمة ساهم كل الناس، شكرا جزيلا. لكن الرسالة المهم أنه أتمنى هذا البرنامج يكون له مواسم، يعني ما فقط موسم رمضان. أتمنى يا رب العالمين لأن الناس ألف مثل أبو أحمد، وألف عالم مثل العفر، ألف عالم مثل كيارة محتاجين يد العون. الناس دائما مثل ما يقولون عندنا بالموسى، يقول الناس مسترين وما يمدون يدهم لحد، لهذا لازم احنا نمد يدينا لهم. لهذا يا رب أنا أطلب وأتمنى من كل الخيرين ومن شباب خلوا أجمل أن يكون موسم قريب جدا للناس بالناس، وما ننتظر بس رمضان. إن شاء الله دائما أعمالكم على طول السنة مثل ما تعودت. شكرا جزيلا، وأنا أتشرف اليوم موجود بجزء جدا بسيط بمساهمة بإسعاد هذه العائلة الكريمة. إن شاء الله يا رب دائما الله يسخركم للخير.
شكرا جزيلا. من رسالة سخب إن شاء الله تعالى إن شاء الله هيكون لنا موسم ثاني. هي بعد ما الإعلان على اليوم مرة إن شاء الله هيكون موسم ثاني يعني قليل إن شاء الله. وأيضا إن شاء الله بعد قليل عندنا فطور، هيصير فطور إن شاء الله مقدم مطعم أهل بيت العشي في غرفة مصر القديمة. هيكون إن شاء الله فطور العائلة اليوم على المطعم. شكرا أيضا لمطعم أهل العشي يتكفل على جميع حلقات فطور العوائل. إلى هنا نصل حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا اليوم غد إن شاء الله في الحلقة الأخيرة والمفاجأة الكبرى، المفاجأة الرهيبة إن شاء الله. الحلقة الأخيرة حتكون مفاجأة، فانتظرونا ومع السلامة.